بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن اليوم سعداء أيما سعادة ببداية امتحانات الشهادة السودانية المؤجلة من العام 2024 لأبنائنا وبناتنا في مدرسة الصداقة السودانية الليبية في مدينة بنغازي. والحمد لله رب العالمين أن هيأ لنا أن نوفر يعني لأبنائنا وبناتنا إمكانية الجلوس لهذه الامتحانات في أجواء سعينا، حقيقة سعي حثيث، وعملنا بجد على أن نوفر لهم بيئة طيبة وبيئة مواتية للجلوس لامتحاناتهم، ولأننا نعلم يعني الظروف التي يمر بها أهلنا جميعا يعني في السودان أو في الذين عبروا بهم الحدود إلى دولة ليبيا الشقيقة. الحمد لله الآن أبنائنا وبناتنا يجلسوا للامتحانات في بيئة طيبة جيدة جدا، هيئت لهم كل الظروف المناسبة والملائمة لأداء امتحانات على أفضل ما يكون. واهتمامنا نحن حقيقة بهذه العملية هو امتداد لاهتمام الدولة السودانية والحكومة السودانية على أعلى مستوياتها في امتحانات الشهادة السودانية، خاصة وأن امتحانات الشهادة السودانية في ظل الظروف التي تمر بها بلادنا تعتبر تحديا كبيرا. والحمد لله كما نجح الناس في تحدي امتحانات 2023 الآن إن شاء الله كذلك يعني ينجحون في تجاوز تحدي امتحانات 2024، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على حرص الدولة واهتمامها بالعملية التعليمية. نحن حقيقة عندما نتحدث عن الظروف التي تهيأت لأبنائنا وبناتنا للجلوس للامتحانات في هذه الأجواء الطيبة وهذه الأجواء المباركة، لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر ووافر العرفان والتقدير للحكومة الليبية على كل التسهيلات التي قدمتها ومتابعتها اللصيقة مع القنصلية العامة منذ أن يعني اخترناهم في بداية الامتحانات وترتيباتها. حقيقة لم يقصروا أبدا وقدموا كل مساعدة وقدموا كل عون في كل المجالات. ها هم الآن موجودين معانا يعني تأكيدا لاهتمامهم ولحرصهم، هم الآن موجودين معنا في تدشين اليوم الأول للامتحانات. فأنا والله انتهز هذه السانحة لأتقدم بالشكر الجزيل لوزارة التعليم في دولة ليبيا الشقيقة ولوزارة الخارجية والتعاون الدولي، لأنهم حقيقة كانوا خير عون للقنصلية العامة في إنجاز هذه الترتيبات. وإن شاء الله على ذات النسق تسير إن شاء الله امتحانات الشهادة الابتدائية المتوقع أنها تكون إن شاء الله قريبا يعني، وكذلك امتحانات الشهادة المتوسطة التي ستليها إن شاء الله. ونحن يعني نشكرهم جدا على ما مضى من تعاون، وواثقين إن شاء الله من أنهم في مقبل الجولات هم معنا إن شاء الله. ونتمنى لأبنائنا وبناتنا التوفيق والسداد، ونحمد الله أنه حتى أولياء الأمور الآن يعني موجودين، وده شيء طبيعي. ونتمنى إننا كلنا نحن وأولياء الأمور والإخوة الليبيين كذلك يفرحوا بما سيحققه أبنائنا وبناتنا إن شاء الله من نتائج. شكرا جزيلا.